بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لكل المستمعين. نحب أولا نشكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ونحب نشكر دار الشباب بالخير وتحديدا راديو بالخير اللي يتاح الفرصة هذه للتعريف بالبرنامج الانتخابي متاع المترشحين في الجهة، وتحت الفرصة الأكثر للشباب باش يكونوا الكلمة متاعي مسموعة والتعريف أكثر بالمترشحين. أولا نحب نقدم روحي محمد رباح، مترشح عن الدائرة الانتخابية بالخير، عمادة بالخير، رقم 2. باش نحاول بكل إيجاز نقدم البرنامج الانتخابي متاعي في شكل النقاط الأهم. باي أهلا الأعزاء، إن خوضنا انتخابات المجلس المحلي في دورتها الحالية جاء وفق تطلعات وأمان حقيقية تجسد شراكة جامعة غير إقصائية قائمة على قاعدة التوافق بين عائلات الحدث وأسرها. ونظرا لأهمية عمل العضو في المجلس المحلي، فإنني سوف أساهم مساهمة فعالة في متطلبات دائرتي الانتخابية في جميع المجالات. طبعا كما تعرفوا أنا بالخير تعتبر الدائرة الانتخابية المفقرة والمفقرة جدا. أولا المجالات الفلاحية ثقافيا اجتماعيا واقتصاديا، من حيث إيجاد جميع الوسائل التي تخدم الدائرة ومواطنيها، من حيث أولا العمل على إيصال صوت المواطن واحتياجاته للجهة المختصة بكل صدق وموضوعية. ثانيا المساهمة في خدمات البلدية والتي تحتاج إليها المنطقة ووضع أولوياتها حسب الأهم ثم المهم. ثالثا المساهمة في عمل ديناميكية للصحة العامة المرتبطة في الحياة اليومية للمواطن وفق والمرافق العامة، وتحسين أوضاع البيئة بما يكفل سلامة الصحة العامة بإذن الله تعالى. كذلك إنشاء الساحات البلدية الخضراء في جميع المناطق المتاحة للبلدة، ونعرف أن بالخير خاصة تفتقد لجميع المساحات وجميع المؤسسات والمنشآت العمومية، من خلال كذلك إنشاء حديقة عامة وتزويدها بمثال بالمرافق والتجهيزات اللازمة والضرورية. رابعا محاربة الفساد الإداري والمالي، وتحقيق العدالة بدعم الكفاءات الوطنية اللازمة الفعالة. خامسا المساهمة في هيكلة الإجراءات الروتينية التي تشكل عائقا في معظم الأحيان دون إنجاز وسرعة الأعمال والإجراءات الضرورية لخدمة المواطن في إطار المصلحة العامة. طبعا نجدد من هذا المكان دعمي ولكل أهالي بالخير أنهم يصوتوا لمترشح رقم 2 وهو محمد رباح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.